الاهلي ما بيخلصش يا بيه، الاهلي بيتكلم بس يا بيه. فاحنا عاوزين يعني ايه بتروح على الموضوع على طول. في ناس واحد هنا هراني انت بتبوظ صفقات. لا يا عم كتخيبه، يا عم كتخيبه، يا عم بجد كتخيبه. يعني انا اللي هبوظ صفقات الاهلي؟ انت اهبل. هو الاهلي وانا اللي بتفاوض، الاهلي بيتفاوض انا معاه عشان بقول يعني طب احنا ما قلناش الفتره اللي فاتت؟ ما جابوش ليه يا حيلتها؟ ما جابوش ليه يا عم الحاج؟ ما فيش يا ابني حاجه اسمها بتبوظ. العالم كله عارف مين بتفاوض مع مين، بس الاراده بتاعتك ايه؟ طب ما احنا قلنا قبل كده على عمر فرج والزمالك جابه وشرب، يبقى انا اللي شربته لعمر فرج؟ لا طبعا يا حبيب قلبي. احنا دوري صحفي يا ابني، مش دوري مفاوض. تحاسبني لو افشي الاسرار لما اكون انا نيابه عن النادي الاهلي، لكن انا شغلتي صحفي جورنالجي، اجيب خبر للمشاهد. مش دوري ان انا اقول هداري على الصفقات زي بعض العيال اللي بيقولوا على نفسهم صحفيين، يقول لك لا مش هنقول عشان ما تبص. طب وهي بتنفع اصلا سواء كده ولا كده؟ هو لو عاوز بيروح. طب ما راح جاب وسام ابو علي والدنيا كلها عارفه انه راح يجيب وسام ابو علي، راح جاب ديانج والدنيا كلها عارفه، بيرسي تاو والدنيا كلها عارفه، رضا سليم وكان بينافسك الزمالك وبيراميدز. انت عندك رغبه واراده ولا ما عندكش رغبه واراده؟ فلازم يا حبيبي دوري على المدفع. انا شغال عندك انت، مش عند النادي ولا عند الوكيل، شغال عندك يعني ايه؟ اخدمك واجيب لك اخر الاخبار اب تو ديت، مش شغال عند حد تاني. ما تقوليش بقى اصل انت اهلاوي مفترض تداري. هي بالمدراء مش بالمدراء، هي بالاراده. لو انت عاوز تخلص بتخلص، عاوز تقضيها كده خلاص انت حر. طب ما بين رمضان كل الدنيا كانت بتتابع بين رمضان اب تو ديت، في تونس وفي اوروبا وفي مصر وفي السعوديه كمان. اللي حصل انت ما جبتش، انت ما جبتش. فمفيش حاجه اسمها ايه اصل انتوا بتفشوا الاسرار. وانا بعرف الاسرار منين يا باشا؟ ما هم المسؤولين في النادي الاهلي. بتيجي تقول اصل فلان اللي بيقول لك، لا مش فلان، ده كله ده كوكتيل، لان هو عاوز يطمن جمهوره انه شغال. طب انت حاج لما ما اطمنتش، ما انت دخلت اليناير اهوت ما فيش حاجه. حضرتك غضبت لما ما كانش فيه صفقات وانتقالات. حضرتك غضبت لما ما جددوش للناس وقعد اكرم توفيق مع الشمال القطري. الاعلام دوره توجيه، وانت وانا بنمارس نوع من الضغط والمتابعه. النادي بيعمل ايه وبيشغال ازاي؟ انت النهارده اهو اول اسبوع بيخلص وما عملتش حاجه، وشغال من الصيف اللي فات، والراجل ده جزء من غضب الراجل. فما تقوليش ان احنا لما بنقول بنفسد الصفقات. لا، انا دوري ان انا اقول، وغيري دور انه يقول. وفكره انك تداري ما بقتش موجوده. فكره انك تداري ما بقتش موجوده. ده بقى واحد بيتابع تعرف انه تفاوض. وانا قلت لك على الواد اسمه ايه ده، ايفرتون منين؟ شركته تابعت، سالت دورت عرفت، لحد ما قلت لك النهارده ايه؟ ده الواد خلاص جمد المفاوضات وما بقاش يرد عليهم، قال لهم انتوا ما بتخلصوش وما بتعملوش ومش جادين اصلا. انتوا بتكلموني من شهر اكتوبر لكن مش جادين. اللي جاد يجي للنادي. نفس الكلام اللي قاله من رمضان زمان، نفس الموضوع اللي غضبان منه مين؟ بتاع ده مارسيل كولر، انك ما بتخلص. فكده جوناثان اتعمل معاه ميتنج زوم من الكابتن هاني رمزي والكابتن اسمه ايه، مروان النايب. هنشوف بقى في الايام اللي جايه ايه اللي ممكن يحصل باذن الله تعالى. لكن خليني اقول لك على يعني قبل الصفقات كده، وقبل ما اكمل معاك في الصفقات، ولا اكرم توفيق، خد اكرم توفيق يا بيه، بس اعلى بالله يا غالي يكرمك الباري. ايوه زيزو ايه يا عم؟ زيزو عم محتاج 80 مليون يا عم وحاجه كده يا عم. يا عم سيب زيزو باللي فيه وسيب الزمالك باللي فيه. زيزو هيقعد ينيم الدنيا لحد ما تلاقيه نط في حته ثانيه اخر الشهر. السلام عليكم. اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع مارسيل كولر انتهى الى الاتي، خد مني ومن غير ما تعرف مين اللي بيتكلم معاك وسيبها على الله. مارسيل كولر هيكمل الموسم ده مع النادي الاهلي لان في شرط جزائي كبير، والنادي الاهلي مش عايز يدفع الشرط الجزائي ده. نمرة واحد. نمرة اتنين، في بعض الصفقات الاهلي بيخلص فيها منهم 2 لعيبة اجانب ومش افارقة، منهم لاعب برازيلي ولاعب تاني بيلعب في بورتو البرتغالي. دول بيخلص فيهم وتقريبا خلص فيهم. في لاعب بيلعب في الدوري المصري في نادي مهم جدا الاهلي بيتفاوض معاه حاليا، وفي فترة السماح للاعب ان هو يتفاوض مع اي نادي، يعني عقده مع النادي لسه ما تجددش لحد دلوقتي. ده جاي الاهلي برضه. اي صفقات تانية في الفترة الحالية في شنك. الاهلي الاهم عنده دلوقتي ان هو يحافظ على اللعيبة الموجودة عنده اللي هي عقودها انتهت.
زي اكرم توفيق اللي هو فيه كلام كتير جدا جدا ان هو مضى فعلا للشمال القطري، وزي محمد الشناوي اللي هو دلوقتي عنده ضغوط كتير من الجماهير، لعيبه عقودها انتهت بالفعل في فتره السماح، يعني المفروض ان هي لو عايزه تمضي النادي دلوقتي تمضي. ففي مجموعه من اللاعبين لازم يتم التجديد ليهم عشان تحافظ على الهيكل الاساسي للفريق اولا، وبعد كده تبدا تدور على الصفقات، لان كمان الارقام الصفقات مبالغ فيها جدا وبعضها في وجهة نظري مش ناجحة. يعني صفقة بغداد منجح دي اللاعب معدي 30 سنة، يعني 33 34 سنة، هيعمل ايه مع الاهلي؟ وهتجيبه معاك سنة ولا تعمل ايه؟ لا، مرفوض تماما تماما. طيب مدرب فايلر مرفوض من إدارة النادي الاهلي لموقفه السابق لما ساب الفريق في ابان ازمه كورونا، فمرفوض من كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، خاصه ان الموضوع ده كان في عهد الكابتن الخطيب برضو الاولاني قبل مجلس الكابتن المهندس محمود طاهر. طيب ده النقطه الاولانيه اللي اقول لك عليها. النقطه الثانيه بقى ودي مهمه جدا جدا، خلي بالك ان الكابتن ان مارسيل كولر قال للكابتن محمود الخطيب حرفيا ان هو عايز مدير كره بحجم وقيمة ومكانة الكابتن سيد عبد الحفيظ. قال ان هو كان عنده قدرة على التعامل مع اللاعبين، كان حلل له مشاكل ادارية كتير، وكان مخلي ذهنه صافي ناحية التدريب وفقط. فهو غير راضي عن وجود محمد رمضان ولا قبليه خالد بيبو، ومن اول ما المترجم بتاعه مشي. فمارسيل كولر شغال موضوع عندي مع النادي الاهلي عشان النادي الاهلي يقدر يقول له طب خلاص امشي وياخد شرط جزاء. فمارسيل كولر واخدها عند مع اداره النادي الاهلي ان هو عايز يمشي، بس عايز يمشي وياخد الشرط الجزائي، فبيلعب بطريقه العناد دي والتشكيل الغريب ده. يعني انا لا استبعد ان هو قد تعمد الخساره. مارسيل كولر حقق بطولات كتير مع النادي الاهلي، والاهلي عمل اسم مارسيل كولر كمدرب، واصبح مطلوب في اماكن كتير منها السعوديه وبمبالغ كبيره جدا جدا. فبكل امانه الاهلي لازم ياخد قرار جريء جدا بالاستغناء عن مارسيل كولر، حتى لو هيدفع له الشرط الجزائي. ما عادش عنده اي حاجه يديها للنادي الاهلي يا جماعه. وبالتاكيد ان جمهور النادي الاهلي زعلان، بدليل ان مباراه سموحه اللي جايه لحد دلوقتي اكتر من 95% من التذاكر ما حدش اشتراها. ما حدش من جمهور الاهلي دلوقتي مبسوط بوجود كولر. اكتر من 90% من جمهور النادي الاهلي عايز مارسيل كولر يمشي. اي تغيير هيحصل في صفقات في وجود مارسيل كولر الاهلي مش هيتحسن ومش هيحس بنتائج. ليه؟ لان هو المدرب عنده عقيدة معينة في طريقة التدريب والتشكيل والتغيير، فلذلك مفيش تغيير حتى لو جت صفقات جديدة. الاهلي محتاج مدرب يا جماعة اهم من الصفقات، مدرب عنده عقلية جديدة، عنده قدرة مع التعامل مع اللاعبين، ويفتح صفحة جديدة مع اللاعبين كلهم، ويبدأ يكون مدرب جديد يفتح صفحة جديدة، وبالتالي التعامل على حسب الملعب والكفاءة والقدرة فقط. لكن دلوقتي مارسيل كولر أصبح بينه وبين لاعبين كتير حساسيات ومشاكل، فأصبح اللاعب اللي بيشارك حسب حبه أو كرهه لمارسيل كولر بس. فده بصراحة هيكون له تأثير سلبي كبير على الأهلي في الفترة القادمة إن الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة ما اتخذوش قرار قوي وجريء بالاستغناء عن مارسيل كولر مهما كانت النتائج.